كده احنا استعملنا ايه في تفتيح في ونضاره. الديرما. ده تفتيح ونضاره اهو، بصوا اهو. ده اكمل اثار الحبوب. طبعا انا مش فاهمه اي حاجه من اللي هي بتقولها. في اثار حبوب بحط لك عليها. اوكي. وهنحط حاجه بسيطه قوي من الميزوسات. اوكي، يعني تفتيح ونضاره، والاكني دي عشان اثار الحبوب لان انا عندي بقع كتير، عندي اثار حبوب كتير، وده التفتيح والنضاره والميزوثيرابي، صح كده؟ اوكي، يلا نتوكل على الله. هنزعل. هنا بقى كانت خطوه ان هي باسلوب طبطبه كده بالراحه قوي بنمسح اثار البنج الزياده. طبعا سبناها على وشي فتره لحد ما وشي شربه خالص. بنعمل بمنديل طبطبه كده خفيفه قوي، وهنبدا بقى ايه في الجلسه. دكتور ايه بقى خلطت لي الثلاث مواد مع بعض، اللي هو الاكني زي ما قلنا، الاثار البقع والحبوب، وشويه صغيره قوي من الميزوثيرابي، وحقنه تفتيح والنضاره. عايزه اقول لكم ان هي كانت مبهوره مني، هي مش مصدقه ان انا مستحمله البنج. على فكره الحقنه فعلا بتوجع بس البنج بيفرق، فانا كان نفسي اجربها المره دي من غير بنج زي ما قلت لكم في الفيديو، بس هي قالت لي لا خلينا المره دي نجرب بالبنج وشي بس ياخد عليه، والمره الجايه نبقى من غير البنج نتعامل عادي جدا. فواضح ان انا كنت مستحمله جدا. هي بتوجع بس مش قوي، يعني وجع محتمل، ده طبعا علشان البنج. انا ما جربتهاش خالص من غير البنج، يمكن كنت اتوجع اكتر لو كانت ما حطتش البنج. لكن بصراحه الدكتور حد ادفانسد جدا، فاهمه جدا هي بتعمل ايه. تدوش وشكم لاي حد يا جماعه، بالاخص لو هيعمل حاجات زي دي وحقن ومواد تدخل جوه جلدك، فلازم تكونوا في مكان ثقة. ولازم زي ما دكتور ايه وضحت في الاول، يا دكتور يا متخصص، مش اي حد، مش اي مركز تجميل، مش اي بيوتي سنتر، مش اي حد يقولك اعمل لك ديرما او اعمل لك اي جلسة كيميائية توافق. تمام. فكرة ان الدم يخرج من البشرة ويفضل فترة كبيرة ده وتمشي بالدم كله على وشك، دم نسبة كبيرة وكمية كبيرة ووشك كله كده يبقى احمر، دي معلومة مش صحية تماما ومش صح خالص وغلط جدا جدا جدا. انتوا هتشوفوا وشي بعد ما اخلص خالص، الدم اللي هيخرج اللي هو الدم الطبيعي اللي هو اشبه بالاحمرار كده شوية. بصوا احنا خلصنا. دم بسيط قوي، لكن شغل الدم اللي احنا بنشوفه ده غلط مبدئيا. انا مش شايفه اصلا دم، الا اذا لو عندك حفر في بشرتك ساعتها ده اللي بينزل دم فعلا. انا عايزه اقول لك دلوقتي انا مش شايفه دم خالص. الابدان بتاعتك كويسه وما فيهاش حفر، بس كان فيها اثار حبوب. احنا استخدمنا 3 مواد، حاجه تفتيح ونضاره بما انك في الصيف بقى والسمار وكده، واكني اثار حبوب، واستخدمنا حاجه بسيطه قوي من الميزوسات. وزي ما قلنا الديرما في الشتاء بتكون احسن كتير من الصيف طبعا. من الصيف. بس انا دلوقتي عايزه اقول لك اني مش شايفه خالص دم، بس شايفه بشرتي هي في التهابات بسيطه قوي اموره. وطبيعي ممكن يا يوكا بعد 4-5 ساعات الاقي التهابات، ده عادي، ما تخضش ما تخضش. بشرتك كانها متغيره شويه، فعشان كده بقول لك هنستخدم حاجه فيها سيكه عشان نرمم حاجز البشره. اوكي احنا كده خلصنا، استنى 10 دقائق. هنستخدمه في تقشير، لو هتعملي تقشير لبشرتك، او لو هتعملي ديرما، او لو عملتي تنظيف بشره لقيتي اي التهابات في بشرتك، او لو استخدمتي حاجه لقيتي فيها نسبه تقشير، ساعتها لازم فورا تستخدمي سيكه صبح وليل، الا السيكه اللي بيكون زي الهروش ده بالراحه، ده تقيل. اوكي دلوقتي اقعد كده شويه وبعدين امشي بيه 4-5 ساعات ما استعملش اي حاجه، وبعد كده ابدا اعمل غسول بالليل والمرطب بتاعي واتعامل حياتي عادي. ما استخدمتكيش اي حاجه فيها فيتامين سي لان بشرتك معرضه للحبوب. اوكي لو انا خارجه بعد يومين مش هيحصل لي اي مشكله؟ لا ما تقلقيش، ولو خرجتي بكره مفيش اي حاجه. بصوا يا جماعه انا قمت بقى اتعدلت لكم، بصوا الفرق. انا لسه ما خرجتش من المكان، يعني انا لسه قاعده في المكان. بصوا الفرق، ازوم. بس هو الشطاره مش ان انا اطلع لك دم من وشك، الشطاره ان انا ادخلك الماده صح وبدي اشاره للمخ. عايزه اقول لك ان مفيش اي اعراض التهاب ولا اي اثار ولا اي حاجه، بسيطه قوي قوي خالص، نونو جدا، ودي حاجه طبيعيه. مفيش دم، مفيش اي اعراض اثار. انا لسه انا حرفيا لسه بالبنج، لسه اثار البنج موجوده. والموضوع بجد انا قمت اتعدلت، لقيت انا باصه في المرايه وشي فارق جدا. لا انا قلت لازم اعمل فيديو والله العظيم ما حاطين فلتر، صح والله العظيم اهو ما حاطين اي فلتر خالص، يعني ده وشي. بصيت في المرايه قلت لا ده انا بعد ما اتعدلت وانا نايمه ما كانش باين قوي زي ما اتعدلت. بصوا الجمال بجد، تسلم ايدك بجد حبيبتي والله بجد. الدكتور دي رهيبه، اقسم بالله العظيم رهيبه، وحياه ربنا تحفه يا دكتور، تحفه بجد.